مثل الأخوة في الله كمثل اليد والعين، فإذا دمعت العين مسحت اليد دمعها، وإذا تألمت اليد بكت العين لأجلها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلقنا من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف بيننا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. صدق الله العظيم. فموضوع خطبتنا اليوم الأخوة الإسلامية سبيل للنجاح والنجاح. أيها الإخوة المؤمنون، إن من أعظم نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن جعلها أمة واحدة متآلفة القلوب، يجمعها الإيمان وتربطها رابطة الأخوة الإسلامية، ولا تفككها الحدود، ولا تفرقها الألوان والأنساب. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. صدق الله العظيم. هذه كلمة جامعة مانعة تبنى عليها علاقات المجتمع المسلم، وترسم بها خريطة التعايش والتراحم بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حقيقة هذه أخوة الإسلامية في قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. فالأخوة ليست مجرد كلمات تقال، بل هي أفعال ترى ومواقف تحفظ وسلوك يترجم الإيمان الحقيقي. أيها الإخوة الأحبة، إن الأخوة الإسلامية ليست مجرد علاقة اجتماعية، بل هي عبادة وقربة إلى الله تعالى، من خلالها ننال رضا الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منهم: 7 يذلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وفي الأخوة قوة للأمة وتماسك للصفوف ودفع للفتن وسلامة من الأحقاد. وما ضعف المسلمون اليوم إلا بسبب ضعفت هذه المحبة في قلوبهم. عباد الله، إن الأخوة الإسلامية تثمر التعاون والتناصح والعفو وحسن الظن وترك الحسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تبادروا وكونوا عباد الله إخوانا. أيها الإخوة، أين نحن من هذه الأخلاق؟ أين نحن من نصرة المظلوم وإقالة عثرة أخيه والستر عليه والدعاء له؟ يا شباب الإسلام، اجعلوا هذه الأخوة الإسلامية واقعية حيا في حياتكم وفي مدارسكم وفي جامعاتكم وفي مجتمعاتكم وفي كل مجالات حياتكم. أيها الإخوة، الأخوة الإسلامية ليست مجرد شعار نرفعه،
بل هي طريق للنجاح في الدنيا وسبيل للنجاة في الآخرة، لأنها من ثمرات الإيمان، لأنها من ثمرات الإيمان ونسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا من المتحابين فيه والمتعاونين على البر والتقوى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.